في يوم من الأيام، في بيت مصري أصيل، في شقة في الدور التالت، حصلت حاجة أغرب من الخيال. كان في أسرة عايشة مع أولادها، عندهم ولدين، محمد الأخ الكبير وأحمد الأخ الأصغر منه. وفي يوم لقوا محمد واقف عند باب الأوضة بيصرخ زي المجنون، ومفيش أي أثر لأخوه. الأب صرخ وقال له: فين أخوك يا ولد؟ أخوك راح فين؟ محمد وهو بيترعش قال له: يا بابا، أنا دخلت بدي كوباية مية لأحمد، وأنا على الباب شفت راجل ضخم جدا لابس أبيض في أبيض، كان شايل أحمد ونزل بيه تحت الأرض. الأب اتصدم وقال له: أنت بتقول إيه يا مجنون؟ أنت بتخرف؟ الذهول مسك الأب، والأم وقعت مغمى عليه. الأب جري يفتش في كل مكان في البيت، ملقاش أي أثر للولد. راح عند الباب، لقاه مقفول بالترباس والمفاتيح من جوه، يعني مفيش أي حد يقدر يدخل أو يخرج. الأم منهارة وبتصرخ، والجيران بيخبطوا على الباب. الكل صحي وعلى وشهم كل علامات الرعب. واحدة ست قالت: هاتوا المصاحف نقرأ القرآن. واحد غيرها قال: لا يا جماعة، احنا لازم نبلغ البوليس. الأب كان متردد، مش عارف يعمل ايه اللي المفروض يعمله لما يلاقي ابنه اختفى. وبص لجارهم اللي قال اقتراح ان هم يبلغوا البوليس، وقال له متردد: اقول ايه؟ اقول ان عفريت خطف ابني؟ بس تحت ضغطهم وافق، وفعلا راح اسم الشرطة. الضابط ضحك وقال له: يا ابني قول حاجة منطقية، احنا ما بنكتبش محاضر ضد العفاريت. وفي الآخر اتسجل المحضر باختفاء أحمد، بس ضد مين؟ محدش يعرف. الساعة قربت على 2 بالليل، البيت مليان ناس، كله بيقرأ قرآن بصوت عالي، والكل في حالة رعب. فجأة مع قرب الفجر سمعوا خبطة رهيبة عند الحمام تحت السلم. جروا يشوفوا في ايه، لقوا أحمد واقع قدام الحمام، جسمه متغطي بطبق كبير. الأب كانت ايده بتترعش وهو بيشيل ابنه، لقى على جبينه ورم ضخم قد البرتقانة، لكن الولد كان نايم وبيتنفس عادي كأنه في سريره. حاول الأب يدخله أوضته، جسم الولد رفض يدخل. المشايخ اللي قاعدين قالوا خلوا الولد ينام في نفس مكانه. وفعلا بعد شوية الولد بدأ يفتح عينه وقال بكل براءة: هو في ايه؟ انا نايم في سريري يا بابا. الغريب ان الورم اللي في جبينه اختفى تماما. الناس كلها صرخت قالت: سبحان الله، سبحان الله، إيه اللي بيحصل ده؟ الأسرة والجيران ما ناموش للصبح، والأب خد ابنه وراح يجري على ناس عارفين الحاجات دي كويس. بصوله وقالوله: ابنك له قرين بياخده كل يوم يلعب معاه وبيرجعه تاني، ما تسألش فين وملوش داعي تخاف. بس القلق فضل واكل قلب الأب والأم كمان. بعدها بأيام أحمد اختفى تاني. الأب رجع من شغله بدري، ملقاش ابنه، افتكر إن مراته خدته معاها. رجع تاني من الشغل، لقى مراته في البيت، لكن الولد مش موجود. الدموع والصريخ مالوا البيت زي المرة اللي فاتت بالظبط. وبعد شوية نفس اللي حصل، فجأة لقوا ابنهم قدامهم، ولما سألوه كنت فين، قال ببساطة:
انا هنا طول الوقت، قاعد باكل في المطبخ. والاغرب ان فعلا الاكل كان معمول دلوقت، وكأن حد حضره حالا. القصة دي اتكررت اكتر من مرة، والبيت كله عاش في رعب. ومحمد كل مرة بيقول نفس الكلام: انا اخر مرة رحت اجيب لاخويا مية، جيت لقيت راجل ضخم لابس ابيض فابيض ونزل بيه تحت الارض. دي كانت قصتنا النهاردة. قولوا لنا في التعليقات، القصة دي حصلت مع حد فيكم؟ ولو في حد مر بمواقف مرعبة ياريت تحكوا لنا، واحنا هننشرها هنا بأسمائكم. ليلة سعيدة. اقفلوا الأبواب كويس وتغطوا كويس، وتأكدوا إن ما عندكوش قرين هياخدكم تحت الأرض.